إلى موضوع آخر مشاهدينا. يجند نظام المخزن كتائب إلكترونية مهمتها مهاجمة كل ما هو جزائري في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي استراتيجية للتغطية على فشله محليا وإقليميا. هاشمي خيران. بمجرد دخولك إلى الشبكة العنكبوتية وعلى صفحات اليوتيوب، أول ما يشد انتباهك هو جيوش المعلقين المغاربة على الصفحات الجزائرية. أكثر من الجزائريين أصحاب الشأن، عبارات نابية خادشة للحياة، إساءة لرموز الجمهورية ولتاريخ البلد. هي كتائب مغربية تهاجم كل ما هو جزائري. أكثر من 5000 شاب ويعني مستخدم للنات بالمغرب مؤطر ومدعوم من المخزن المغربي لضرب أي عمل إيجابي في الجزائر. ونرى يعني حنا قنوات يوتيوب مثل قناة شرشمان، قنوات يعني كثير، يعني رهيب، عمل رهيب جدا. الغريب في الأمر أن هنالك صفحات مغربية تعيد نشر كل ما يبث على القنوات الجزائرية والعالمية وإعادة تأويله وتسميته بالعقدة الجزائرية من المغرب، للتغطية على واقع مرير يعيشه الأشقاء المغاربة، وهو حال صفحات النهار التي غزتها جحافل من كتائب إلكترونية مغربية تسيء للجزائر. هادو الناس هادو تابع المخابرات يتعسوا كاع لي شان تلفزيون الجيريان اونجستري، غير تبان عفسه، ما عندكش ميم با طون ديجا لو طون باش يديروها في اليوتيوب. على بالكم كاين فيها وقت تاع تيليشارجمون كاع. لهنا نملكوا باللي عندهم تقنيات. هي استراتيجية يتخذها نظام المخزن لتشويه صورة الجزائر بتجنيد مرتزقة وتحميلها فشله وانتكاساته الدبلوماسية المتتالية اتجاه القضية الصحراوية. نمر إلى جريدة وقت الجزائر التي كتبت 5000 مغربي لتشويه صورة الجزائر عبر الإنترنت. قالت وقت الجزائر إن المخزن رصد ميزانية ضخمة لغزو مواقع التواصل الاجتماعي. بالمقابل تقول الصحيفة ذاتها إن الحكومة تقرر تشديد الرقابة على محتويات الإنترنت. كما نقرأ عنوانا آخر: الجزائر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.